في قناعة كبيرة عند كثير من المثقفين بأن الأدب الروسي أو اللاتيني هو معيار العالمية في الأدب. التصور ده بيبعد أدب أمريكي غني بأصوات مهاجرة صنعت رؤى جديدة للعالم والإنسان. من ضمن هذه الأصوات المهاجرة الدكتورة ليلى العلمي، وهي مغربية المولد، أمريكية التجربة، عالمية الأفق. رواياتها متميزة جدا، وأشهرها الطفل السري، وهي رواية تدور حول شاب يعيش في الأحياء الشعبية للدار البيضاء ويكشف سرا عائليا يغير مسار حياته. الرواية الثانية وهي ما رواه المغربي، ودي يعني من أهم الروايات بتاعتها اللي فازت بجوائز أدبية كبرى، وهي عن عبد مغربي كان أول مسلم أفريقي تطأ قدماه أرض أمريكا الشمالية. الرواية اللي هقول لك عليها ولازم تقراها لأنها مهمة أوي، وهي الأمريكيون الآخرون، ودي بتبدأ بحادث مميت لمهاجر مغربي، وتنفتح على تحقيق في الحادث يكشف هشاشة الحلم الأمريكي خلال شخصيات متعددة وخلفيات متباينة. الرواية دي بتبين مشهد افتتاحي دقيق الدلالة، وهو مقتل والد نورة، وهو المهاجر المغربي البسيط. هذا الحادث يندرج منذ اللحظة الأولى في منطقة ملتبسة بين المصادفة والجريمة وبين القدر وسوء النية. الدكتورة كتبت عن بنت المهاجر ده في القصة في هذه الرواية وهي نورة كلام جميل جدا، وهو بعنوان إن هي بتعيش في الأوهام. هذه الطفلة الصغيرة تعيش في الأوهام، وجابت بقى مواقف كثيرة لتثبت إنها تعيش في الأوهام. من ضمنها إن لما راحت المدرسة وقعدت مدرسة تقرأ اسمها نورة ظهور غراوي، حاولت نطق اسم الأوسط فما قدرتش، فطبعا المدرسة تلعثمت، ومن هنا التلاميذ بدأ يبصوا لها بنظرة غريبة جدا. بتحكي قصة إنها في الكافتيريا طلعت الصندوق اللي فيه الأكل بتاعها عشان تاكله، وهم البنات كانوا بيبعدوا عنها، كانوا بيحسوا إنها غريبة عنهم. فجت بنت تقرب منها، قالت لها أنت بتاكلي إيه؟ قالت لها بدنجان. قالت لها بس أنا شايفاه مثل البراز. من هنا البنات في الفصل سموها آكلة البراز. طبعا الرواية بتبين لك قد إيه العنصرية ضد المهاجرين، والرواية حقيقة جميلة جدا. حبيت أقول لك عليها، وهقول لك على مؤلفات الدكتورة ليلى العلمي. لم تكن قد قرأت لها من فضلك ابحث عنها، هتستمتع جدا، هتقضي وقت ممتع مع رواياتها وقصتها. مبدعة متألقة فعلا. تحياتي.